السلام عليكم حبايبي الحلوين، عشاق الكبدة الاسكندراني. جايالكم من التراث بتاع اسكندرية، ومعانا الكبدة الاسكندراني بكل بساطة، ومعانا كده الاكلة كده ممتعة وجميلة، بلا مكرونة بلا رز. خلينا في العيش والبطاطس المهروسة ديت الجميلة. ومعايا هنا كوسة سوتيه وفلفل برضو، وادي كده معايا الكبدة بتاعتي اهيت، ومعايا توم مفروم وفلفل اخضر وكمون وملح وكزبرة ناشفة، ومعايا اللية، ومعايا طبعا ربع كيلو الكبدة اللي هي ابن الناس دوت اللي محيرنا كلنا. حطيت الحلة على النار، واروح جاية نازلة بايه، بحبة زيت صغيرين، عشان وحطيت اللية بتاعتي لان ايه هتنزل الدهون بتاعتها. وبعد ما بتتحمر اللية كده وتسيح زي ما هي شايفين، اروح جايه شايله منها ايه الزياده دي عشان تبقى ايه الشكل العام يبقى لطيف يعني. وانزل بالثوم، لان اللية دي هي اللي بتديني التركه بتاعتي في الكبده، بتخليها لي كبده ضاني. طبعا الكبده الضاني غاليه، فانا عايزه اكل طعم الكبده الضاني. وانزل بالكزبره والكمون، بس مش بنزل بالملح، لان لو نزلت بالملح في الاول الكبده هتجلد مني وتبقى ناشفه. خلاص كده شوحت البصل، مصممه انا على البصل. شوحت الثوم مع الفلفل الاخضر، واروح جايه نازله هنا بالطاسه بتاعتي الجميله دي اللي هي كل شويه تولع مننا و هحط بقى ايه الكبده بتاعتي تاخد لها صدمه كده. ليه بقى؟ عشان احنا مش بنغسلها، عشان طبعا الفايده بتاعتها، فبديها الصدمه الاول لوحديها عشان لو فيها ميكروب يموت زي ما انتوا شايفين. وبعدين هي الحمد لله الطاسه بتولع اهيت، ولله الحمد. وبعد ما خدت كده اللون بتاعنا كده واتصدمت كده خلاص، بروح جايه برفعها من على النار. بس انا كنت ببقى معليه النار، خلي بالكم ليه معليه النار؟ علشان ما تنزليش ميه كتير، ما تنزلش ايه ميه كتير. انا قصدي اعمل الحركه دي يعني بس مش راضيه تيجي معايا. يلا مش مهم، هي بتيجي بالصدفه اصلك معايا. فالمهم رجعت تاني الحله اللي انا كنت بتكلم فيها اهو، ورحت جايه منزله ايه الكبده بتاعتي اهي. خدنا ايه الخليط كله اندمج مع بعض اهو، خلاص مفيهوش اي صعوبه. واروح جايبه حبه ميه في نفس الطاسه اللي انا كنت محمره فيها ايه الكبده. الحبه الميه دوت هما اللي بيدولي طراوه للكبده، بيدوني ايه طراوه. وفي الاخر وانا بطفي على النار او طفيت على النار، رحت جايه نازله بالايه بالملح زي ما قلت لكم في الاول. وبقدم لكم الطبق بتاعنا بألف هنا وشفا. ولو انتوا وصلت لحد هنا يا كتكوته انت وهي وهو برضو، ياريت تعملوا لي اشتراك في القناة عشان القناة تترفع بجد، يعني انا بتعب والله. وربنا يا رب يقوي الجميع، وبألف هنا وشفا، واشوفكم على خير. وخلص الكلام، سلام.